عيش تكتب عليه طلسم وتأكله الكلب يجلب حبيبك. الصورة اللي انتوا شايفينها دي متداولة على منصات السوشيال ميديا وطالعة جدا وفيرالة جدا، لدرجة ان في حد من اصدقائي قالوا لي: سارة، ايه قصة العيش اللي بيتكتب عليه طلاسم وبيتأكل للكلاب علشان جلب الحبيب؟ لان الموضوع دوت عامل ضجة جامدة في كذا محافظة من محافظات القرى الصعيد والأرياف. فايه القصة دي؟ خليني احكي لكم في عجالة كاملة كده. هو في حاجة اسمها ان عيش يتكتب عليه طلسم ويتأكل لكلب ويتجلب الحبيب والكلام ده؟ وهل فعلا في الاسحار في الكلام ده ولا كلها بروباجندا وفرقعة؟ وهنا كان لازم اتدخل واقول لكم اصل طلسم جلب الحبيب او الارسالات اللي بتحصل علشان حبيب يرجع حبيبته او حبيبة ترجع حبيبها. الحقيقة ان اساسيات الجلب بتكون على حاجة اسمها شقفنية. يعني ايه يا سارة الشقفنية؟ هو في حاجة اسمها كده؟ هي العجينة اللي بيتصنع منها الأواني الفخارية اللي هي الطواجن والقلل والزير والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، بس تكون نية ما دخلهاش فرن، لم يمسسها نار، بتكون نية كده. أول ما بتتعمل بتتساب تنشف وبعد كده بتتحط تحت ليالي قمرية أو ليالي شمسية على حسب طبع الشخص والساعة المرادة بتاعته. زي كده مثلا لم يمسسها نار تكون نية ويتكتب عليها المراد على حسب طبع الشخص زي ما قلت لكم، وتتساب تحت ليالي شمس أو ليالي قمر، وبعد كده بيتم الشغل عليها. سيبكم من الزير أو القلة دي، ممكن تتعمل في قرص حلو كده زي ما انتوا شايفين على بياض، وبيتكتب عليها الطلسم المراد، وبعد ما بتنشف بتدمج، بتبقى عاملة زي البودرة، ويتجاب عضو من أعضاء الحيوانات زي الكبدة بتاعت الفراخ أو كبدة حيوان على حسب المطلوب، وده بيرجع للطبع أو السحر اللي ما عندوش ضمير اللي بيعمل الجلب اللي بجد. وهنا يا عزيزي بعد ما بيدمج البودرة مع العضو من الأعضاء المطلوبة زي ما قلت لكم، لازم يأكلها لكلب اسود، لازم يأكل العضو ده لكلب اسود بعد ما بينول او بيتم خطواته على اكمل وجه. وهنا الموضوع ما خلصش وبس، لازم الكلب بعد ما يأكلهوله يفضل تحت عينيه لمدة معينة بعدد الايام خاصة بالطلسم اللي هو عمله، لانه لازم في فترة معينة يقضي على الكلب ده، يعني الكلب ده لازم يموت. يعني دي الخطوات، مش اي هبد وخلاص. ايه اللي خلاني اقول الطريقه دي رغم ان انا ضد تماما ان انا اقول لكم على طرق؟ طبعا انا ما قلتلكوش الطلاسم ولا الخطوات اللي بتتم ولا التعويذ اللي بتتقال، طبعا حرصا على سلامه المشاهدين او المستمعين لان مش هتفيدهم قد ما هتضرهم جدا. فبالتالي انا قلت لكم الخطوات عشان تبقوا فاهمين ان في ليالي شمس وليالي قمر وقصه وحاجات بتطلب وحيوانات بتتجاب والكلب بيحصل فيه ايه وبياكله امتى وازاي وفين. دي قصه كبيره قوي. اما عن حقيقه الصوره دي المتداوله فهي خطأ لساحر كذاب، يعني ساحر كده بقرشين اللي هو بينصب على الضحية اللي بصراحة تستاهل بصراحة لأن هي بتعمل حاجة فيها شرك بالله عز وجل وهو ما بيصدق. النصاب بيدور على الطماع أيا كان طمعه، في حبيب، في مال، في ورث، في بلا بلا، انتوا عارفين طبعا. فبصراحة هي تستاهل ان النصاب ده يقع في طريقها ويشتغلها ويعمل عليها شغل ويقول لها قال ايه ان هو بيعمل لها سحر الجلب. وبصراحة الكلام ده مش حقيقي. من الأسحار كبير قوي وبحره غويطة قوي، واللي بيقع في خية السحر الله يعينه لأن حياته كلها بتتشقلب. لو انت فاكرة ان انت بتعملي جلب، ولو انت فاكر ان انت بتعمل بس مجرد جلب، فانت للأسف الشديد مش بس بتدمر حالك وبتكون مشرك عند الله عز وجل، انت بتخرب وبتدمر حياة الشخص اللي انت بتأذيه او بتعمله الجلب اللي انت فاكره ان هو محبة وحاجة بسيطة وان انت بتعمل حاجة عاطفية ورومانسية. الحقيقة ان انت بتجلب الخراب والدمار ليك وللي انت بتحبه وانت ولا انت داري. تاني هنعيد لأيام، وبالفعل بيستخدم بعض أعضاء الحيوانات، وبالفعل في حاجة لازم تأكلها لطعام الكلب بالشقفنية والدمج معاها زي ما حكيت لكم الحكاية كده. وبعد كده ليها أيام ولازم الحيوان ده يموت بعد فترة زمنية معينة. ولكن الكلام اللي انتوا بتشوفوه متداول على السوشيال ميديا وان فلان ساحر بيأكل مش عارفة مين وي ما كانش حد غلب وما كانش الأمور بالبساطة دي. خلي بالكوا، اتجهوا للي خلقكوا. موضوع الجلب ده من أكبر الكبائر اللي انت ممكن أو انت ممكن تعمليها. انت بتكون في حكم الزاني وهي كمان بتكون في حكم الزانية، لأن انتوا بتجبروا شخص على عكس الطبيعة الإلهية أو الطبيعة الكونية اللي رب العباد خلقها له. اتقوا الله واستقيموا واستووا.